السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ معكم ايمان طه من قناة اطبخها بسهولة. النهاردة هعمل معاكم طريقة عمل المكرونة بالبشاميل بطريقة سهلة جدا، وكل اللي هياكلها من ايدك هيقولك انت عاملاها ازاي. ما تنسوش تصلوا على رسول الله عليه افضل الصلاة واتم السلام. وهقول لكم برضو لو عايزينها جوسي كده زي ما انتوا شايفين تطلعوها ازاي، ولو عايزينها قطع على بعضيها تعملوا ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. معانا نص كيلو من المكرونة البشاميل، المكرونة الأقلام. بسلقها نص سلقة، انا ما بزيدش عن نص سلقة، بحطها على النار نص سلقة بس وبطلعها اركنها على جنب ابردها. ده معايا ربع كيلو من اللحمة، لو عايزة تحطي نص كيلو على حسب اللي انت بتحبيه. عايزاها لحم فيها كتير حطي نص كيلو، عايزاها عادية حطي ربع على حسب امكانياتك برضو. ودول بصلتين كبار انا فرماهم في الخلاط في الكبة، وفرمة اللحمة دي. انا بحط اللحمة الاول على النار، على نار عالية، ما بوطيش عليها خالص عشان ما تنزلش المية بتاعتها. بحط الاول مادة دهنية، المادة الدهنية اللي بتستخدميها. عايزة تحطي زبدة معلقة زبدة ماشي، عايزة تحطي معلقة سمنة ماشي، معلقة زيت اللي المادة الدهنية اللي انت بتحبي تستخدمي بيها في الاكل حطيها. بعد كده بحط البصل والفلفل بعد ما بتشوح اللحمة. بفضل اقلب فيها كده بتاع 3-4 دقايق مع البصل واللحمة. بعمل بصلتين كبار بطماطميتين كبار، ببشرهم واحطهم ياخد تقليبه كده مع بعضهم بتاع 2-3 على النار. برضو التوابل بقى معانا بصل بودر، فلفل اسود، كمون، نص مكعب مرق دجاج. وبضيف كل التوابل دي على على اللحمة بعد ما تستوي. انا ما بحطش التوابل دي، ما بحطهاش مع اللحمة، لا بحطها بعد ما بطفي عليها. معانا 4 معالق كبار من الدقيق، عليهم مكعب من مرقة الدجاج، عليهم 4 معالق كبار من السمنة، عليهم رشة صغيرة من الفلفل الاسود. افضل اقلب فيهم على النار لحد الدقيق ما يستوي معانا. بس خلي بالك وانتي واقفة لحسن الدقيق يتحرق منك. وبحط اللبن، بحط نص كيلو من اللبن، عليهم 2 من الجبنة المثلثات، لو عندك جبنة موتزاريلا برضو حطي. بجد الجبنة بتديها تخليها كريمي كده، بتخلي البشاميل كريمي معانا زي ما هتشوفوا في الاخر. البشاميل هيكون كريمي جدا، وبجد الجبنة المثلثات دي بتفرق في الطعم جامد. وبحط مج كده من الشوربة، انا بحط شوربة ولبن بصراحة، بتخلي البشاميل طعمه خرافة. بس بعد ما بيغلي معانا بطفي عليه. وبحط برضو لو عندك كريمة حطي، لو ما عندكيش عندك جبنة موتزاريلا حطي، لو ما عندكيش خلاص اكتفي بالبشاميل والجبنة بس، باللبن والجبنة. لو عندك شوربة حطي، ما عندكيش يبقى حطي كوباية من المية، مج كبير من المية. انا هنا بحط نص مغرفتين 3 على المكرونة. وبحط برضو في الصينية من تحت اللحمة بقى، لو عايزاها تبقى طعمها خطير حطي معلقة من اللحمة المفرومة مع معلقة او معلقتين مع المكرونة وانتي بتقلبيها كده. ده غير اللي هنحطه في النص. هنا انا فردت مغرفتين 3 كده من البشاميل في قاع الصينية. هنرص نص كمية المكرونة من تحت زي بقولكوا والله المعلقة، بس انا في الفيديو ده نسيت ان انا احط
معلقة او معلقتين من اللحمة مع المكرونة، بس انت لو ضفتيها هتفرق معاكي جامد جدا في الطعم، تخلي المكرونة كلها كأنك بتاكلي متشبعة باللحمة جامد اكتر من ان انت تحطيها في النص بس. انا هنا بفرد المكرونة كلها من تحت في الصينية، احط كمية اللحمة. والله حبيت الطماطم، حبيتين الطماطم دوم او حبايه، لا كفايه حبايه واحده عشان ده ربع كيلو، تحطي نص كيلو حطي حبايتين وابشريهم، بس اهم حاجه الطماطم ما يكونش فيها قشر، وابشريها وحطيها على على اللحمه. عايزه تحطي معلقه من الصلصه ماشي، مش عايزه تحطي طماطم وتحطي معلقه من الصلصه تمام اللي انتي بتحبيه. البشاميل انا ما بضيفلوش ملح، انا بضيف مكعب مرقه الدجاج بس، وكده كده المكرونه برضو بضيف لها ملح في السلق، فبالتالي ما بتحتاجش ملح تاني. هنا انا برش رشه جبنه موتزاريلا، وبحط مغرفه برضو من البشاميل على اللحمه. والله طبعا الخطوات دي هتطلع معاكم احلى صينيه مكرونه بشاميل عملتوها في حياتكم كلها. هنا بقى الفيديو بعد ما حطيت المكرونه الفيديو فصل مني، فانا برجع اضيف كميه البشاميل كلها من على الوش وادخلها الفرن تستوي من تحت. ارجع اطفي عليها واضيف واولع الشوايه من فوق. عايزه تحطي من على الوش مع البشاميل مكرونه جبنه موتزاريلا ماشي، مش عايزه تحطي خلاص. انا هنا لما بضيفش اي حاجه على المكرونه من على الوش، انا بولع الشوايه بس، هي بتاخد معايا اللون ده، خصوصا لو كان اللبن كامل الدسم او اللبن بخيره، فبالتالي بيطلع معايا الوش زي ما انتوا شايفين كده. عايزه تضيفي لبن وبيضه ماشي، بس انا بصراحه ما بحبش اضيف بيضه على البشاميل، فكل واحد على حسب الطريقه بتاعته ما بيحب يستخدم لو انت عايزه تضيفي بيضه مع اللبن بتحطيها من على الوش بعد المكرونه بتستوي من تحت، وتولعي عليها الشوايه تاخد لون وتطفي عليها. لو انت عايزاها تعمليها زي ما انا بعملها كده، انا بفتح الشوايه بس وما بضيفش اي بيض ولا لبن ولا اي حاجه، هو البشاميل اللي بياخد لون لوحده. عايزه ترشي جبنه موتزاريلا من على الوش ماشي، هيدي لون برضو معاكي حلو. الثلاث طرق معاكي متاحين، اللي تعجبك منهم اعملوا بيها زي ما انتوا شايفين كده. لو عايزينها جوسي كده بتزودي البشاميل وتطلعيها اول ما تبقى طالعه من على النار سخنه بتقطعيها. لو عايزاها قطع بتسيبيها لما تبرد او تهدى شويه، وبعد كده بتقطعيها بتطلع معاكم قطع. ولو انتوا اول مره تشوفوني متنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم مني كل جديد.